عليكم. هاد لي شنيك غادي نصايبوه بالتفاح وبالقرفه كيف قلت سينامون بانز، معروف هنايا في امريكا كيديروا بزاف. اولا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغناخذ ندير معها شويه السكر وشويه الماء. هاد الكاس ديال الماء غادي نستعملو كامل، خديت منه دابا شويه. الخميره غادي نخليها تطلق واحد شي شويه. اول حاجه غادي نبداو بها تفاحه قطعتها طريفات صغار، غنزيد عليها شويه الماء، شويه ديال القرفه، واحد المعلقه ديال السكر، وغادي نطيبها التفاحه حتى ترطب، ومن بعد نطحنها. دابا غادي نزيد عندي كور كاب الامريكي، ربع الكوب الامريكي ديال الحليب دافي، 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق ديال هادو معالق كبار ديال السكر، كنت خديت منهم شويه درتو مع الخميره في الاول. عندي الملح، نكمل هذاك الكاس ديال الماء. الكاس اللي غتعبروا به الماء هو نصو غديروا حليب. نحرك هادشي مزيان. الدقيق حنا غادي نبقاو نديروا هذا نص ديال الكاب الامريكي، هذا النص ديال الكاب الامريكي. غادي نبدا ب1 كاب ونحرك. تبعوا معايا باش تشوفوا العجين كيفاش خصها تكون، ما خصهاش تكون قاصحه، ما خصهاش تكون جاريه. غادي نزيد النص، ها الكاب واحد اخر. دابا وصلنا 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو. قلنا كل كاب امريكي هو 250 غرام ربعه. انا غالبا ما كنعطيش القياس بالضبط ديال الدقيق، كنخلي لكم نتوما تعرفوا باش تعقلوا كيفاش تخدموا بيديكم العجين، لان ماشي كلشي كيجي هو هذاك مضبوط. نقدر نعطيكم العبار وما يجيكمش هو هذاك. تبعوا بحال هكا تتعرفوا العجينه كيفاش خصها تكون. دابا زدنا نص كاب، يعني زدنا 125 غرام. غادي نزيدو دابا وصلنا 3 كابس امريكي، هي 500 غرام الاولى و250 غرام الثانيه. صافي غاديش نزيدو عجينه، بغيناها تكون هكا ما قاصحه ما رطبه. غادي نديرها هنايا دابا. انا غير بغيت نجمعها مزيان، بحال غادي نعلكها شويه. شتي وراها مطلوقه وكتلصق. كتبقاو ديروا لها هكاك حتى كنجمعوها مزيان. دابا غادي نديرها في واحد لاسوبيير البلاستيك ونغطيها بميكا ونخليها ما بين ساعه حتى ساعه ونص حتى تنفخ مزيان، يضاعف الحجم ديالها. العجين خليته ساعه ينفخ مزيان. غادي نديو نجيبو غير شويه باش يتحيد منه الريح بحال هكا. غادي نقسمها على 3 ونديرهم كرات متساويين على 3. خليهم يرتاحوا مره اخرى.
هاد نخليوها تطلق وتخمر ونخليوها تطلق وتخمر، راه كيساعد باش كتجي الورقه ديال الشنيك فشفشه زوينه. غادي نبداو دابا نحلوهم. العجين عندنا رطبه زوينه، غادي نديرو ليها الزبده نجروها بعدا هنايا، حيت غادي ندير وحده فوق وحده. هاد ثلاثه غادي نطلقوهم ونديرو الزبده مع بيناتهم. فوالا قادوهم بالضبط. فوالا نكملوهم هكايا. حاولوا تجيبوا الحاشيه مع الحاشيه، ما يكونش شي وحده فايته الاخرى. نطلقوهم هكايا. حاولوا ديروا هاد الشكل ما تكونش دائري، يكون بحال هكا، حيت غادي نروليوهم للشنيك. احسن انهم يكونوا هكا، يجينا ساهل. هذاك التفاح اللي طيبت طحنته، درت ليه الماء غير القياس باش ما يجينيش جاري بزاف. دابا غادي ندهن به العجين، ما تكثروش بزاف، حنا بغينا غير المذاق ديال التفاح يجي فيها، وما بغيناش يخرج لينا من الجناب. غادي ندير لها شويه ديال السكر البني، غادي ندير شويه القرفه، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش. طبعا غادي نديرو الزبيب، تقدروا ديروا الزبيب الابيض، تقدروا ديروا كرانبيريز، دراي كرانبيريز. كندير انا دراي كرانبيريز بزاف، التوت يابس. انا زدت فوق التفاح والزبيب زدت شويه ديال القرفه، اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش. انا كثرت القرفه ولادي كتعجبهم. دابا غادي نروليوها غير بشويه. تاكدوا منين تكونوا كتلويوها كتطلقوها يكون السمك ديالها بحال من الوسط ومن الجناب. باش نقطعوها حنا بغيناهم يجيو كلهم نفس القياس. غادي نعبروا نحيدوا هاد الشويه على برا، نديروا جوج ديال الصباع ونعلموا، عاد نرجعوا نقطعوا كومسا جوج الصباع. الا بغيتو ديروهم مرق من هادشي ديروهم، ولكن هاد السينابون او السينامون بونز كيكونوا شويه عاليين. عندي هاد الموس ماضي غادي ندير هكا باش ما نضغطش عليها وتعجن. شتيو يجيو بحال هكا. قطعوهم كاملين وغنستفوهم في اللاطه يكونوا مباعدين على بعضياتهم. غادي نستفهم هكا بالضبط. هذا الخليط اللي درنا عطاني 12 وحده. خليوها اتساع بيناتهم وغادي نخليها تخمر. ما خليتهم دابا تقريبا شي 40 دقيقه.
زادو تنفخوا على كيف شفناهم قبيله. غادي ندهنهم شويه ديال الزبده دايبه. الفران شعلته على درجه 350. نطيبوهم نرجعوا نشوفوا التقديم النهائي ديالهم. وهادو السينامون بانز من بعد ما خرجوا من الفران. كاين اللي كيدير ليهم فوندون، كاين اللي كيدير ناباج. غادي ندير شويه فوندون شويه ناباج. كاينه لا غوسيت ديال الفوندون عندي في اليوتيوب.